السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ أسكم طيبين. أخوكم عبد الملك أو ملك جيمر. اليوم جايب لكم كلاش اوف كلانز تصميم تاون هول ليفل 7. خلونا نبدأ بالتصميم. طبعا كنت التاون هول في النص أهم دفاع اللي هو التاون هول يكون في النص له. أو التاون هول أو تقليد بيت كلان قصدي. أهم شي إنه يكون في النص. التاون هول لا تهتم فيه، خله برا ما له فايدة، لأنك إذا خليته جوا بيجون ناس يبغون ياخذون التاون هول ويبغون موارد، بيجمون عليك وبيكسرون التاون هول وبياخذون الموارد. أما إذا خليت التاون هول برا بيجون الناس ياخذون التاون هول ويطلعون تاخذ حماية، فالناس اللي يبغون يهجمون عليك الأقوياء يلقون عندك شيلد فما يقدرون يهجمون عليك، فهمت؟ زي كذا. فأنا أفضل إنك تحط التاون هول برا. أنا ما أحط التاون، يعني إذا جاء حرب كلانات حتدخل التاون هول جوا وخلي الكلان جوا كلها جوا. أما إذا كنت تبغى تجميع موارد حط التاون هول برا، يعني ما له فايدة ترى. المهم هو ما فايدة التاون هول إلا بيت كلان واللي يبغى يرفع كوسه. ترفع الكوس ترى توك بزيادة، يعني إذا طورت كل شيء ماكس كذا تبغى ترفع كوسك رفعها. يعني الحين بعضهم أشوف تاون هول ب6 يرفعون كوسهم 2000. هذا غلط. ولا تاون هول ب5. يعني هذا غلط كبير. يعني ما أنصحك والله ترفع كوسك، ترى ما منها فايدة. يعني لو رفعت كوسك ما راح تحصل موارد كويسة مثل أول لما كانت كوس كذا. واللي يسألني الحد كويس للكوس، إذا كان تاون هول حقك ليفل 7 خل كوسك في 1200. من 1100 لين 1200. تاون هول ليفل 6 من 1100 لين 1000. وتاون هول ليفل 5 من 900 إلى 1000. و4 من 5 من 800 إلى 600 عاد، واللي تعاد كيف حر. و تاون هول 8 خلها 1300 لين 1400. تاون هول 9 من 1500 إلى 1800. و10 من 2000 إلى 2100 زي كذا. يعني هذه الكوسة كويسة، لأنك لو خليت كوسك منزل كوسك تاون هول حقك بالعشرة ما راح تحصل موارد. كل اللي راح تحصلهم ضعيفين وما عندهم موارد، لأنك تطلع قريب حقه. كل ما المعلومية كل ما رفعت التاون هول حقك كل ما تحصل موارد أقل. يعني اللي ما يعرف، فما أنصحكم تطورون تاون هول لو أنتم مطورين أغلب الأشياء على الأقل، يعني أشياء كثيرة. وأهم شي تطورون الجدران لأنها هي اللي بتنشب لكم بعدين. لأنكم لو ما طورت الجدران بدري راح إذا رفعت كوسكم تلقون موارد قليلة وما راح تقدرون ترفعون الجدران بسرعة، راح تطولون مرة. فهذه نصيحتي. طبعا ايش كنت أقول؟ إيه اللي يسهل أسهل طريقة لرفع الليفل كيف؟ هاي سهلة، ما عليك إلا إنك تدعم. كل ما دعمت تاخذ اكس بي. مثلا دعمت بعملاق، العملاق كم ياخذ مساحة 5. يعطيك 5 اكس بي. مثلا دعمت بربريان، البربريان كم ياخذ مساحة 1 يعطيك حبة اكس بي. يعني على حسب مساحة الشيء اللي تدعم به. التنين يعطيك 20 اكس بي وهكذا. البيكر 25 والحجري 30 زي كذا. يعني الساحر 12 على حسب الهاوسنج سبيس أو المكان حقه. طبعا هذه مهي بقريتي، قرية أخوي. طبعا أنا كلمته قال لي عادي ما في مشكلة خذها. طبعا شباب بشير مقاطعي. شير أهم شي عندي الشير. يعني ما راح يفيدني لكن بتقييم المقطع أعرف هل المقطع أنا عجبكم أو ما أنا عجبكم. أما لو حطيت شير كم واحد راح يشوف المقطع كثيرين وراح تنتشر القناة. فتكفون سووا شير. يعني انت ترى انت اللي تتابع مقطع لو قلنا 3 سووا شير وشافوه 3 ثانيين كل شوي يسوون ذولي 3
شير شير شير، راح ينتشر المقطع، راح تنتشر القناة. فيعني لو واحد بس يسوي شير ما عندي مشكلة، بس تكفون يعني يسوي شير بالبيبي، بلاك بيري، أي شيء يسوي شير، يعني راح تفيدني واجد لو سويت شير. شير قصدي شير تقليد، معليش. اوكي، هنا حبة كذا كذا، وهنا نحط التاون هول. حبة غيرت أنا بالغلط. اوكي، هذا أي كلام. فهذا هو التصميم، أتمنى أنه عجبكم، وبس خلاص كذا وصلنا للفيديو. أتمنى أنكم تستفيدوا في المقطع المفضلة، وما تنسوا ضغط زر الشير وتشتركوا في قناتي. مع السلامة.